الحشاشين جماعة مفيش رحمة في قلوبهم ومش بيسموا على أي حد. أذكياء جدا، فبقوا الأخطر في العالم. اتعرفوا منهم ملوك الاغتيالات ومش بيهابوا الموت مقابل إن هما يحققوا هدفهم. هنعرف في فيديو النهاردة كل حاجة عن الحشاشين وليه العالم كان بيترعب منهم. الاول اعمل لايك وسبسكرايب وشير وروقوا عليا عشان اروق عليكم الفتره الجايه في الفيديوهات لما الاقي تشجيع منكم. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان الكريم. المهم ما تنسوش الصلاه على النبي ويلا نشوف ايه الحكايه. الحشاشين العالم كله كان بيترعب منهم بسبب عقيدتهم القتاليه الغريبه جدا، وان اي حد كان بيستغربها، وان يعني مش بيفرق معاهم اي عمليه اغتيال حتى لو كانت انتحاريه. فتعالوا نجيب الموضوع من الاول خالص. في سنة 1037 ميلاديا اتولد واحد اسمه حسن الصباح، وتربى في بيئة بتعتنق المذهب الشيعي الاثنى عشري. بس لما تم 17 سنة وكملهم اعتنق المذهب الشيعي الاسماعيلي. ومن وقت ما اعتنق المذهب وهو حياته كلها ان هو بيدرس المذهب وبيتعمق فيه لحد ما تم 41 سنة. بس في الوقت ده كان في اضطرابات سياسية في مصر، فقرر ان هو يرجع لإيران مرة تانية عشان ينشر المذهب الاسماعيلي. بس في الاول كان بيعمل كده سرا عشان خاطر اللي كان بيحكم ايران السلاجقة. والمذهب الاسماعيلي بيقول ان القرآن ليه ظاهر وليه باطن، والظاهر هو اللي بنفهمه على طول، والباطن المعاني السرية اللي محدش يعرفها غيرهم. عشان كده بدأوا يفسروا القرآن بمزاجهم ويحرفوا في المعاني، ولغوا الحاجات اللي المسلمين مكلفين بيها زي الصوم والصلاة والزكاة. عشان كده اتسموا بالباطنية. وقدر حسن الصباح ان هو يكون مجموعة صغيرة واقنعهم بأفكاره، وتسموا بجماعة الحشاشين. بس هما ما سموش نفسهم كده، ده الناس هما اللي وصفوهم بالاسم ده، وهنعرف ليه مع بعض. المهم بعد 9 سنين تقريبا قدر حسن الصباح هو والمجموعة بتاعته ان هم يستقروا ويعملوا مقر للدعوة بتاعتهم الجديدة. فقدر ان هم يستولوا على مجموعة قلاع صغيرة، بس كان طموحهم قلعة كبيرة محصنة في قلب جبال ناحية جنوب بحر قزوين، وكانت عالية جدا عن الأرض، وكان ارتفاعها أكتر من 2000 متر. والقلعة دي اسمها الموت، وكانت محصنة جدا ضد أي اعتداء يحصل لها. ومن كتر ما هي كانت عالية، أقوى المجانيق في الوقت ده ما كانتش بتصيب الاسوار بتاعتها ولا كانت بتيجي جنبها حتى. ده غير ان الطريق اللي بيوصل ليها صعب ووعر جدا ومش اي حد يقدر يوصل له. والمشكله بقى ان القلعه دي مليانه وفيها ناس من الطائفه العلويه، ولو فكر ان هو يحتلها صعب جدا للاسباب اللي احنا لسه قايلين عليها. فطبعا فكر حسن الصباح في طريقة يسيطر بيها على القلعة دي. والخطة بقى اللي هيعملها ان هو يقيم جنب القلعة دي ويظهر للناس الدين والزهد عشان يكسب ثقتهم، لدرجة ان الناس حبوه وعزموه في القلعة، وقعد كمان مع حاكم القلعة. وفي يوم من الايام قرر حسن الصباح ان هو يتسحب وهو والمجموعة بتاعته ويستولوا على القلعة دي ويسيطروا عليها. والصباح بعد ما استقروا في القلعة قرر ان هو يعمل دولة، بس عشان يعمل الدولة دي في شوية حاجات ناقصة كده عشان الدولة تقوم. واولهم انه يوفر اكل وشرب الاتباع والمجموعة بتاعته، لانهم طبعا عدد بس مش عدد كبير قوي. والحاجة التانية ان هو يعلمهم فنون القتال. بس فكرة الاكل والشرب كانت صعبة جدا ليهم، لان بالنسبة ليهم درجات الحرارة في القلعة كانت بتبقى منخفضة جدا ومتجمدة 7 شهور في السنة. وكان لازم الأكل طبعا يبقى من بره القلعة، فاعتمد على وادي جنبهم، بس طبعا بالسرقة والنهب. القتال بقى الحسن كان عنده أسلوبه الخاص في القتال، فكان عاوز يدرب أتباعه عليه. الأول حاول يقنع أتباعه إن اللي بيعملوه ده في سبيل الله، وبعدين حاول يقول لهم ان اهم حاجة في الدين هي الامام، فلازم ينفذوا اي حاجة يقول لهم عليها مهما كانت، ومحدش يخالف اوامره ابدا. ولما اتاكد انهم هيطيعوه طاعة كاملة بدأ يقول لهم على مهمات، وكانت عبارة عن اغتيالات، وكان معظمها اغتيالات انتحارية. يعني اللي رايح ينفذ عملية رايح وعارف انه مش راجع تاني، لانه بعد العملية دي بيسم نفسه عشان ما يقعش في الاسر. وعشان العمليات دي تنجح علمهم الصباح فنون قتال خاصة، ويعلمهم لغات، وعلمهم الفروسية، وعلمهم حاجات تانية كتير عشان العمليات بس تنجح بنسبة 100%. والحشاشين كانوا راعبين أعدائهم، لأن فكرة إن واحد رايح يحارب ومش فارق معاه نفسه دي، ومش فارق معاه إن هو يموت، ده حاجة لوحدها مش مفهومة. وعلى فكرة كريم عبد العزيز عامل مسلسل السنة دي اسمه الحشاشين، وبيجسد شخصية حسن الصباح فيه، وبيحكي عن القصة دي كلها، فهنشوف هو هيبقى حلو ولا لأ. وبدأ حسن الصباح في الدعوة بتاعته في إيران بعد استقراره. وطبعا في الفترة دي الشعب ما كانش طايق الحكم السلجوقي، وده كان سبب كبير جدا طبعا ان ناس كتير تستجيب لدعوته، ومدن كتير جدا تستجيب ليها وتنضم ليه. بس الموضوع ده ضايق السلطان السلجوقي وقتها، وامر بمهاجمة مدينة تابعة للحسن الصباح. بس القلعة اللي كان فيها اقل من 100 شخص تصدت للحصار، لان زي ما قلنا القلعة كانت محصنة جامد، واضطر الجيش انه ينسحب. والحصار ده ضايق الصباح جدا، اللي هو ازاي يعمل معايا انا كده
فقرر ان هو ينتقم من اللي امر بالحصار ده، فكلف واحد من اتباعه اللي هم الفدائيين ان هو يغتال الوزير اللي امر بالحصار ده. بس طبعا كان في شروط، لان ده اكبر وزير عند السلاجقة، والشروط ان عملية القتل لازم تكون دقيقة بنسبة 100%، عشان لو فشلت مش هيقدروا يغتالوه. الشرط التاني ان عملية الاغتيال تكون في النهار ووسط ناس كتير، عشان يترعبوا ويعرفوا مصير اي حد لو فكر يهاجمهم حتى لو كان اكبر وزير في الدولة. الشرط التالت طبعا ان الفدائي ما يتأثرش حتى لو هيموت نفسه. وبعد كام شهر من التخطيط والتدريب اتنكر الفدائي في لبس حد من الزهاد، ووقت ما الوزير اتشال على الخشبة بتاعته نط عليه الفدائي وموته وسط كل الناس ووسط ذهول الحراس والناس كلها. وده كان اول انتصار كبير يحققه الحشاشين في وقتها. وبالرغم من ان حسن الصباح مات سنة 1124 الا ان اتباعه فضلوا مستمرين على اللي هم بيعملوه ده. الحشاشين ما كانوش بيحاربوا عشان خاطر اهداف دينية وسياسية بس، لا ده كمان كانوا قتلة مستأجرين. وعملية اغتيال كونرد ملك بيت المقدس هي كانت الدليل على كده، لان كان في عداء بين كونرد وريتشارد اللي هو معروف بريتشارد قلب الاسد، وكان بسبب ان ريتشارد معترض على ان كونرد يحكم بيت المقدس. فبعت ريتشارد هدايا للحشاشين ورسالة بيطلب فيها التخلص من كونرد. وفي 28 ابريل سنة 1192 اغتالوه، وواحد اتقتل والتاني مسكوه قبل ما ينتحر. وبعد ما اتعذب جامد طبعا اعترف ان ريتشارد هو اللي مخطط لاغتياله. وكان في خلاف بين الحشاشين وبين صلاح الدين الايوبي، وفي الفترة دي كان أسقط الخلافة الفاطمية. وقتها طبعا الخلافة الفاطمية كانت على المذهب الإسماعيلي، فحاولوا إن هم يغتالوه أكتر من مرة لدرجة إنهم اتعاونوا مع الصليبيين عشان يقتلوا صلاح الدين الأيوبي. وفي ديسمبر 1174 كانت أول محاولة اغتيال من الحشاشين لصلاح الدين، وكانت مجموعة منهم قدروا يدخلوا المكان صلاح الدين وقت حصاره الحلب، وقتلوا الأمير اللي كان موجود في المعسكر وصلاح الدين نجي. وبعد سنتين حاولوا يغتالوه تاني، وشوية اتنكروا في جنود صلاح الدين، وأول ما جت فرصة هجموا عليهم وقتلوا كام واحد من الأمراء. وصلاح الدين اتصاب حاجات بسيطة بسبب الدروع اللي كان لابسها. وفي سنة 1176 ميلاديا جهز صلاح الدين حملة عسكرية وحصر الحشاشين وضربهم بالمجانيق، وبقى قتال كبير جدا وأثر كتير جدا منهم، لدرجة إن خاله قال له خلاص سيبهم. ومن وقتها الحشاشين محدش يقدر يتكلم معاه. وقبل نهايتهم بشوية المغول طلبوا منهم ان هم يسلموا القلعة، فطبعا ملك القلعة وافق ان هو يسلمهم القلعة بس مقابل ان هو ما يقضيش على الحشاشين. بس طبعا هولاكو ضحك عليهم وراح قتلهم كلهم، واللي كمل عليهم واللي قضى عليهم كلهم الظاهر بيبرس. ومن وقتها مفيش وجود للحشاشين في التاريخ تاني، من بعد ما كانوا مخوفين العالم كله. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واتمنى يكون عجبكم. ولو وصلت لحد هنا ما تبخلش عليا بالدعم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وكان معكم حسن الخولي.